مرحبا. أول شي اللي بيتابعني بيعرف إنه أنا صحفية مستقلة بقول آرائي هون على صفحتي الشخصية بطريقة فكاهية، يعني خلينا نسميها كوميديا سوداء. فبالتالي ما عندي أي مصلحة إنه أطبل أو أحكي ما يتناسب مع أي فئة أو أي أجندة. هذا الكلام مو للتبرير، هذا فقط للتوضيح. اليوم النقطة اللي بدي أحكي فيها وصراحة مستغربة إنه كتير صحفيين يعني وحتى قنوات ما ذكرتها ما تطرقت لها إلا هيك كخبر عاجل جدا، وهي إنه في 200 أو أكثر عنصر من عناصر الأمن استشهدوا في العملية العسكرية الأخيرة في الساحل السوري. على زمن بشار الأسد كان لما يموت حدا من الجيش السوري الأسدي يعني يروح ياخد له ساعة حيط كيلوين برتقان لأهالي العسكري اللي مات أو هيك. اليوم نحن ما بدنا كيلوين برتقان ولا بدنا ساعة حيط ولا بدنا زيارة، نحن بدنا تكريم لهدول الأشخاص اللي قدموا حياتهم في سبيل قضية. رح تقولوا لي هن نختاروا إنه يكونوا بهذا المكان، أوكي هن نختاروا، بس إذا بدنا نعملهم معاملة الموظفين الحكوميين لأنه هن نختاروا كمان بيستحقوا تكريم. لا هن شبيحة ولا هن قتلة، ولا تم قتلهم طبعا على يد المدنيين، لنكون واضحين مشان ما تقولوا لي عم بتحرضي. أكيد المدنيين مو هن اللي قتلون، أكيد فلول النظام المخلوع من العسكريين والأشخاص يلي أصلا عم بتصير اشتباكات بينهم وبين الأمن العام، هن اللي قتلون. تم الغدر بهدول العناصر واستدراجهم وقتلهم بطرق شي منعرفه شي ما منعرفه. المدنيين ضحايا، أكيد هذا شي منعرفه، يعني ما في داعي نكرر ونعيد إنه المدني اللي ما في بإيده سلاح شو دينه شو جنسه شو لونه شو بشرته هذا ما له علاقة بشي، أكيد يعني ما في داعي نكرر. لكن هذا العسكري يلي قدم حياته في سبيل وطنه، في سبيل إنه يحمي أهل بلده، ألا يستحق التكريم؟ ألا يستحق أنه نحكي عنه؟ ليه معتبرينهم فرق عملة هدول الناس؟ ليه عم تتعاملوا معهم كفرق عملة، يعني أنه خسائر حرب مثلا؟ ليه؟ ما عندهم عوائل تزعل عليهم مثلا؟ ما عندهم أولاد؟ ما عندهم أمهات؟ ولا عادي الإنسانية مليرة ونص بتتجزأ، نتعاطف مع اللي بيعجبنا وما بنتعاطف مع اللي ما بيتناسب معنا، يلي منحب شلون بيفكر منتعاطف معه إذا انقتل، بس اللي ما منحب شلون بيفكر ما منتعاطف معه. لا، كل الدم السوري غالي، كل الدم السوري غالي مين ما كان يكون، طالما هو ما تورط بقتل، طالما هو ما انتهك حرمة السوري اللي مثله، طالما هو ما كان مجرم حرب، طالما هو ما كان سجان بسجن، طالما هو كل الدم السوري غالي. فكتير حلو إنه نتعاطف مع المدنيين، ويفترض ولازم يتم تقديم الدعم الممكن ومحاسبة مرتكبين الانتهاكات أكيد، لكن بالمقابل كمان وبنفس السوية يفترض يتم تكريم هدول الضحايا من الأمن العام وتكريم عوائلهم ودفنهم بطريقة عسكرية لائقة تليق بتضحيتهم.